ورد السلامة عنده الكرة، عم يلعبها لماهر دياب. ماهر دياب يحاول الدخول وعم تنقطع الكرة وتخرج. يلعبها قصيرة إلى ماهر دياب. ماهر دياب بيلعبها عالية تصل لورد السلامة اللي عم يلعب. ترفع الكرة عالية لكن لا يوجد أحد. يزن عرابي يلعبها قصيرة إلى ماهر دياب. ماهر دياب بيلعبها عالية تصل. عم تلعب الكرة داخل منطقة الجزاء مبعدة من لاعبين فريق الجيش ابدا، لكن نراها تضيع فقط بسوء توفيق. الكرة عند ماهر دياب. يعني يزن عرابي اليوم عم يكون من افضل لاعبين فريق الجيش بالمباراة، مثل ما شفناه يعني ابعد اكثر من كرة خطيرة ابرزها كانت تسديدة مؤيد الخولي داخل منطقة الجزاء مبعدة. الكرة تصل احمد الخصي لكن التغطية الدفاعية موجودة، وتعود الكرة مرة أخرى تصل للخصي لكن مبعدة من ماهر دياب. يعني نشعر الوقت يمضي مسرعا على فريقنا لأن نحن يعني بحاجة ماسة للهدف كما ذكرنا في البداية. أي نتيجة اليوم غير الفوز 3 لكي يعني يعود الفارق إلى 6 نقاط بيننا وبين المتصدر فريق أهلي حلب لكي نبقى ضمن دائرة المنافسة. الكرة عند زيد غرير لكن تقطع. محمد خطاب بيعلن عن 3 دقائق وقت بدل ضايع. هذا المؤنس ابو عمشه مرر الكره. هيا صياح نعيم صاحب الكره الاخيره اللي كان متواجد في المنطقه. الكره ترجع جيشاويه في منطقه الوسط. الجيش عم يلعب عيد البرو بيحول دغري للجهه الثانيه عند نورس. نورس بيحاول يتقدم وبالفعل تمريره كثير حلوه وسريعه لمحمد الاسعد. يلا يا محمد شو حتعمل؟ برافو عليك حلو، ولكن محمد بيزلق على الارض بالراس. الكره بالوسط ارونافال بيتخلص من اول لاعب وبيخترق نوري. لا نوري بيخلص الكره منه بطريقه شرعيه. الكره طويله لمحمد الواكد. محمد الواكد ممكن يتعب مع الكرات الطويله مثل ما حكينا. لما بتعطيه محمد الواكد الكره على رجله فبيعمل بالتاكيد راح يعمل خطوره لفريقك، بينما على المسافه فممكن يضيع بين المهاجم بين المدافعين، لا سيما انه عم بيكون في رقابه. هذا موهي، تمريره طويله من موهي، تمريره خاطئه من فريق الجيش. لا بيحافظ عليها، برافو عليك يا دياب. كرة لتشرين في المنطقة الخلفية طويلة للأمام مقطوعة بالراس من مصطفى الشيخ يوسف. جيشاوية بتنتقل عن طريق ايهام كرمبة لدياب. فينت حلو من دياب وكرمبة محاولة الانطلاق. كرة لو تجاوز في خطورة، لو تجاوز ما قدر يتجاوز المدافع. والكرة جيشاوية. جمعة الأشقر بتتخلص الكرة منه بتبقى جيشاوية مرة ثانية. جمعة بيحافظ على الكرة بشكل جيد. برافو عليك، برافو عليك يا جمعة الأشقر. شو عم تعمل يا جمعة بهالأثناء بهالحركة بهالكرة المرفوعة وبتتخلص والكرة داخل المنطقة. تسديدة اللاعب على الأداء وعلى الخبرة اللي عنده داخل منطقة الجزاء بيقدر يعمل شغلات كثير حلوة في المباراة. جيشاوية والتسديدة مكان وقوفه لهادي إسماعيل. يعني لما عم نشوف نحن لاعب مدافع بيتحرك وبينطلق للمناطق الاماميه وبيسدد على المرمى، فهذا اعتقد امر جيد. كرة عند جهاد بسمار دوره دفاعي اكثر. عم نشوف اللي عنده بيقدر يخلص الكره. برافو عليك يا جهاد. كان ممكن تشكل خطوره هي الكره على فريق الجيش لو مرت ماهر دياب وبالرأسيه من بيريش هالمره الرأسيه الى رمي التماس. جهاد اسمار هو اللي بيخلص وبيفوز بالكره. محاولة التمرير الامامي حلو لا زال الجيشاوي. يوسف قلفة الذي مثل الجيش في هذا الموسم في المرحلة فراس تحسين بالراس، ولكن زين وردة اتصل عند ماهر دياب. محمد حرب
محمد حرب تجاه اللاعب بابي، تصل الكرة محمد حرب للأمام، لكن ماهر دياب الكرة بين محمد حرب، تقطع الكرة، تصل الكرة عند زين وردة، زين يحافظ على الكرة بين لاعبين من نادي. إذن نلعب في الأربع دقائق الأخيرة من الوقت الأصلي. محمد دلوان ينطلق، يلا يا أيمن، أيمن انطلق، أيمن عم يحاول، عم يرسلها عرضية، لا كان مقطوعة، عم تعود ماهر دياب، ماهر ليه على أرضية الملعب، ملعوبة عرضية توصل لموهي، عم يحاول بالإبعاد من جانب حمزة فوسيني، محيا عم يحاول عامر فياض، ولكن تابعين الصفحة الرسمية النتيجة مثبتة منذ بداية أحداث الشوط الثاني، مشان يعني ما بقى يتكرر على أحداث الشوط الثاني، والنتيجة ما زالت تشير إلى تقدم فريق الجيش بهدفين مقابل شيء. حسن أبو كافي رأسية الأمام، ماهر دياب برأسية وأبعاد، عم تعود دياب مقطوعة من تتان، عم تعود حمزة فوسيني، عم يحاول استعادة الكرة، لكن دانيال بشكل رائع يستعيد هذه الكرة لتعود فريق الحرية. يلا يا شباب، محمد علي الكرة إلى الأمام، على مر دقيقتين من الست دقائق اللي يعني يكونوا بدل ضائع، يعني يتبقى 4 دقائق، محاولة من جانب فريق الجيش، عم يحاول عدي لحمزة سواس، حمزة عم ينطلق، عم يحاول حمزة، يلا يا حمزة انطلق حمزة، ولكن الإبعاد وقطع الكرة حاضر من جانب ماهر دياب إلى موهي في الخلف، كرة على اليسار، مرة أخرى من ماهر دياب، ملعوبة قريبة داخل منطقة الجزاء، مرة أخرى عدنان حداد. الحرية يتقدم، إذن الحرية يتقدم على فريق الجيش بحثا عن الوصول إلى النقطة 11. تلعب الكرة إلى الأمام إلى موهي في الخلف، كرة على اليسار، مرة أخرى من ماهر دياب، ملعوبة قريبة داخل منطقة الجزاء، يلعب الكرة إلى الأمام، خطيرة لمصلحة فريق الحرية، رأسية، ولكن الكرة ما زالت لتعود لفريق الحرية. محمد علي إلى الأمام، علي خليل، محمد شريفة، كرة على اليسار عند ماهر دياب، كرة باتجاه الحرية، لم يتلقى سوى هدف وحيد. سومو باتجاه الأمام، تعود مرة أخرى لمصلحة فريق الجيش في وسط الميدان الواكد، إلى موهي، كرة إلى ماهر دياب على الجهة اليسرى، محمد شريفة من جديد إلى ماهر دياب، ملعوبة الكرة داخل المنطقة خطيرة، يلا يا زكريا، دائما وابدا دائما يسقط على أرضية الملعب، مقطوعة منه الكرة، تعود الكرة مرة أخرى لفريق الجيش. وتأجيل مباراة خان شيخون وأمية الديربي هناك في إدلب. إذا كرة مرة أخرى على الجهة اليسرى عند اللاعب ماهر دياب، تبعد من عدنان حداد، تعود من دانيال إلى يوسف حوران، إلى دانيال من جديد، كرة من دانيال باتجاه اللاعب باهوز محمد، تعود من جديد، خطيرة الكرة لفريق الحرية،
ولكن الكرة مقطوعة. تعود لفريق الجيش. الوقت عن كرة عرضية. يوسف الله العرضية يا عبر راسية. الكرة ما زالت مستمرة داخل المنطقة. خطيرة للحرية. خطيرة للحرية ولكن تبعد من التسديدة يا محمد. التسديدة يا محمد. الله لا زالت علي 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 يا الله على كرة يا من يوسف لحسين حوران باتجاه اللاعب عمر نعنوع. يضغط عمر. ياخذها عمر عند ماهر دياب. ملعوبة الكرة خطيرة داخل المنطقة. محمد الواكد يتقدم في وسط الميدان. ملعوبة باتجاه اللاعب ماهر دياب ولكن تغطية جميلة من نور العلوش. الله يا نور الله يا نور الله. لا 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 مش معقول مش معقول مش معقول. داخل منطقة الجزاء. معادة بالرأس. تسديد يعني عم ترتطم بالمدافع وسط محمد. يحاولون بكل الطرق. ماهر دياب كرة إلى الأمام داخل المنطقة رأسية ولكن استبسال دفاعي من دفاع